القرآن. الرحلة مع القرآن بقى كما قلت لحضرتك، بدأت مع الشيخ فوزي نعم. نحفظ ونعم الصاحب ونعم الصاحب. نعم. ويعني بدأنا في حفظ البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء. بقينا نحفظ من فوق ونحفظ من قصار الصور واحنا طالعين. نعم. حفظت ال5 أجزاء اللي تحت، نعم. وحفظت البقرة وآل عمران والنساء جميل. والمائدة. نعم. ثم انتقلت بعد ذلك بعد المائدة إلى وسط القرآن. البداية كانت من السبعينيات. أيوة. جميل. خدت بقى من بعد 73 زي ما قلت لك. جميل. وقعدت حفظت، فضلت ماشي على هذا النهج. وكان طبعا برضه بنروح الجمعية. كان في واحد اسمه الشيخ المنير، الشيخ سيد المنير رحمة الله عليه، راجل فاضل مزكى على الله. وكنا بنقرأ عليه برضه أنا والشيخ فوزي. جميل. ونتعلم على إليه، والحمد لله تعلمنا منه برضه الكثير. هو كان راجل كفيف بس ما شاء الله، كان طيب يعني. رحمة الله. فالمهم بعدها يعني احفظ شويه وراجع بقى اقعد فتره حفظته. وراجع اقعد فتره طويله ما احفظش، وبعدين فتره طويله نحفظ، وفتره طويله ما احفظش. قعدت على هذا المنوال، حفظت 24 جزء وما انتش حفظت خالص. 24 جزء ما انتش حفظت خالص. لسه باقي 6 أجزاء. كنت بتثبت اللي معك. ايوه تمام، اثبت اللي معايا بس. وانا الحمد لله يعني طول عمري لازم اقرا كل يوم. لازم اقرا كل يوم، مثلا اقرا جزء جزئين. وطبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالاكثر. فالمهم لما جيت في يوم من الايام، كان اخونا احمد العاصي بياخد اجازه من عند الاخ كريم العنوس. ايوه تمام. انا بكلم كريم، بقول له يا كريم والله شجعني احمد بان انا اكمل القران، بس عايز واحد يشجعني. تجيب ال6 دول. تجيب ال6 اجزاء كمان. جميل. ال6 أجزاء دول. قال لي انا معاك. قلت له تقدر تجي لي كل يوم تسمع لي؟ تقدر تجي لي كل يوم تسمع لي؟ يعني تديني مثلا ربع احفظه وتيجي تسمعه لي. قال لي اجي. جزاه الله خيرا. ده بقاله 2-3 سنتين يعني مش يعني من 2002 او 2000 لا 2022 يعني يعني تقريبا 21 على ما اظن. يعني من حوالي 3 سنين. من حوالي 3 سنين. جميل. يعني وانا كبير، يعني من قريب. وانا كبير يعني كان عندي 63 سنه 64 سنه. يعني ده بيان على انك انت وانت كبير أيوة. ممكن تحفظ القرآن. الله أكبر. وكان في واحد في انصار السنه عالم كبير قال انا حفظت القرآن وانا عديت 60 سنه، حفظته في سنه بس، انشغلت بالقرآن فقط. بعد 60 سنه؟ بعد 60 سنه حفظ القرآن كاملا. حفظ القرآن كاملا. وكان ما شاء الله قراءته طيبه جدا ما شاء الله. وكان يعني شوف انت تعرف الشيخ ابراهيم شعبان؟ تعرفه؟ لا. الشيخ ابراهيم شعبان هو كان على غراره. نعم. كان من الناس اللي هي ما شاء الله يعني ما شاء الله. المحاضرة بتاعته كانت طيبة جدا، وكان بيستشهد بالقرآن الكريم، وكان حاجة جميلة. فالقرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى الإنسان لا ييأس. انت الإنسان شوف يعني كثير من القصص معروفة بأن ناس كتير ما كانش تعرف تقرأ خالص. احنا كنا عملنا مقرأة، احنا كنا يعني في الأيام ديت عملت مقرأة ما سبتهاش لغاية وقتنا هذا ما شاء الله بفضل الله. مهما يكون يعني انتقل من مكان لمكان وهي المقرأة دائمة إلى الآن. ما شاء الله. إلى الآن الحمد لله. الحمد لله في ناس كتير تعلمت من هذه المقرأة. وكان معانا ناس يعني أقول لك ما يعرفش يجيب كلمة واحدة. كلمة واحدة بس ما يعرفش يقولها إلا ما يتردد فيها، يعني اللي احنا بنسميها يتأتأ فيها كده. أيوة. خد بالك. يتردد فيها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالحفظ، وحفظ بعض السور وبعض الأجزاء، وكان يقف إماما. الله أكبر.